الشيبي بين الكرة المغربية والضغوط المصرية. في تطور مفاجئ، يبدو أن الخلاف حول الشيبي لا يقتصر على الجوانب الرياضية فقط، بل يظهر وجود ضغوط خفية تهدف لزيادة الضغط على المنتخب المغربي، خاصة في ظل استعداد البلدين لخوض منافسات كأس إفريقيا. مع تأكيد مشاركة الشيبي في الدوري المصري، يزداد الاهتمام بتأثير هذا الخلاف على الأوضاع الرياضية في المنطقة، خاصة وأن كل من مصر والمغرب يعتبران المرشحين بقوة للفوز باللقب البطولة كأس إفريقيا. يبقى السؤال المطروح الذي يطرح نفسه: هل تتسم هذه الضغوط بالطابع الرياضي فقط، أم أنها تمتد إلى غير ذلك لتشمل جوانب أخرى قد تؤثر على أداء اللاعبين والمنتخبين؟ يترقب جمهور المغربي خاصة تطورات الأحداث لمعرفة ما إذا كانت هذه التداولات أو أن هذه الدعوة القضائية التي قام بها الاتحاد المصري قد تؤثر على الشيبي وعلى المنتخب المغربي، وأن هذه العراقيل قد تؤثر على العلاقات بين الجامعة المغربية لكرة القدم والاتحاد المصري للكرة. دمتم سالمين.